جود مورنينج، ده فعلا جود مورنينج، ده فعلا انت تصحى تقول لنفسك جود مورنينج، انا صحيت يا جماعه، انا صحيت وانا بتفرج على المنتخب المصري. فالحمد لله ربنا سهل في الشوط الثاني، المنتخب قدر يعمل عوده ريمونتادا تاريخي، يعني انك تعمل ريمونتادا في كاس العالم وترجع بعد خساره وتدخل بالاداء ده معناه ان حسام عمل جرين بتاع، عمل دفعه، انا مش قفل بقى اوضه اللبس قال لهم خدوا يا ولاد احنا النهارده لازم نكسب باي طريقه، نطلع من الملعب باي طريقه. انتوا احنا النهارده انا حاسس كنت في استاد القاهره، يعني انت تبص حواليك احنا كنا في استاد القاهره، اداء ولا اروع لكل الناس. طبعا شوبير خلاص انا ما عدتش قادر اقول كلام تاني على شوبير، شوبير النهارده حاجه فوق الوصف، صلاح فوق الوصف، امام فوق يا جماعه، مفيش نجم النهارده في الملعب ما كانش بيأدي بروح وقتاليه غير عاديه. المنتخب النهارده انا اللي عاجبني ان اول مره انت بتلعب في كاس العالم مثلا وتخسر وتقدر ترجع، تقدر تعمل ريمونتادا. الروح اللي كانت عند المنتخب في الشوط الثاني، تحس ان المنتخب بتاع الشوط الاول ده هو منتخب مصر اللي لعب في مصر، منتخب الشوط الثاني ده منتخب تاني خاص بكاس العالم. فعلا مباراه قويه جدا، تديك روح وتديك امل ان المنتخب يقدر يعمل حاجه في المباراه الجايه كمان. احنا خلاص الحمد لله في الدور الثاني، اول منتخب عربي مع المنتخب المغربي، يعني بيبقى الامور بالنسبه لهم اسهل ان هم يصعدوا للدور الثاني. منتخبنا كان مأدي اداء عالمي عالمي عالمي، تجيبني يمين تجيبني شمال، شابوه تاني لحسام حسن اللي بيعرف يدير الامور بعبقريه يا جماعه. في الف مبروك لكل المصريين، ان شاء الله اللي جاي احسن مع حسام حسن مع المنتخب العظيم ده، وان شاء الله نقدر نعمل اداء اعلى في المباراه الجايه قدام المنتخب الايراني. ويلا بينا.